والآن هيا بنا نكتشف معا أين الجيم في هذه الكلمات. هل أنتم مستعدون يا صغار؟ إذن هيا بنا. أولا كلمة جسور. جسور، أين تقع الجيم في هذه الكلمة؟ أحسنتم، تقع الجيم في كلمة جسور في أول الكلمة. أحسنتم يا صغار. والآن استمعوا لهذه الكلمة ثم أجيبوا. كلمة نجود. نجود، أين تقع الجيم في هذه الكلمة؟ أحسنتم، تقع الجيم في كلمة نجود في وسط الكلمة. أحسنتم يا صغاري. والآن استمعوا إلى هذه الكلمة ثم أجيبوا. أين تقع الجيم في كلمة ثلج؟ ثلج. أحسنتم، تقع الجيم في كلمة ثلج في آخر الكلمة. في آخر الكلمة. أين تقع الجيم في كلمة أبراج؟ أبراج. أحسنتم يا صغاري، تقع الجيم في كلمة أبراج في آخر الكلمة، وهنا الجيم تجلس منفصلة أو منفردة. أحسنتم، فهي تجلس منفصلة لأن قبلها حرف من الحروف الرافصة وهو حرف الألف. أحسنتم يا صغاري.